السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللي اول مرة يشوفني، دي قناتي، قناة روبي شانيل. يا ريت تعملوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلك مني كل جديد، وكومنت حلو زيكم يا احلى واغلى متابعين. النهارده بقى هاخدكم جولة روعة 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 في قرية اسمها قرية التمساح، طريق الكافوري بعد استاد برج العرب. انا كنت اول مرة في حياتي اروحها. احنا كنا معزومين مع جروب كده، بجد حاجة غاية في الجمال. عنده عسل نحل يا جماعة تحفة، وبيبيع فطير برضو مشلتت فوق الروعة. عنده قعدة عربي وعنده قعدة عادية، ترابيزة وكراسي اللي انت حباه، ولا البجع وجماله. قمر قمر قمر، بجد حاجة غاية في الجمال. قرية بجد روعة روعة روعة. بصوا المناظر بجد حاجة ما تتوصفش. انا هسيبكم تتفرجوا بجد على المناظر الجميلة دي، بجد تخليكي عندك هدوء نفسي كده ومرتاحة، وبجد تنسي كل هموم السنين. ده بقى سمك اسمه سمك جولد، روعة، مناظر فوق اقول لكم ايه، بجد حاجة خيال ولا في الاحلام. مناظر جميلة جدا، تقعدي تبصي للسمك وهو بياكل وهو بيلعب، وجميع المقاسات عندك من اول الصغيرة لحد الكبيرة، حاجة غاية في الجمال. بصوا كل دي مناظر، بصوا الاسد والجمل، كل دي تماثيل كده، حاجة روعة 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 بجد. يعني تخشي القرية دي تستمتعي بكل ما فيها. طبعا انا عشان كان معايا جروب زي ما بقول لكم، كنت معزومه، فوالله انا اتحركت جدا اطلع التليفون واصور. هيقولوا لي بتصوري ليه وكده، بس هما ما يعرفوش اساسا انا عندي قناه على اليوتيوب، فاتحركت جدا ان انا اصور. بس يا جماعه عندهم جميع انواع المشويات، مشاوي لحمه، فراخ، حمام، حمام محشي فريك، رز. كان جوز الحمام ب 180 جنيه. وعندهم جميع انواع المحاشي، وملوخيه خضراء وملوخيه ناشفه، ويعمل لك بقى احلى شو بالملوخيه الخضراء وهو بيحط عليها الطشه بتاعتها، ويا سيدي على الجمال. بجد حاجه روعه. انا قعدت بجد اصور كل حاجه في القريه. حاجه الوحيده بجد زي ما قلت لكم ما صورتهاش الاكل. وعندهم بصوا التماسيح دي حقيقيه يا جماعه، مش لعبه، تماسيح حقيقية. بس هم كانوا التلاتة نايمين والتلاتة مقاس واحد. بس انا اللي اكد لي ان هم حقيقيين، لما جيت كده خبطت على الازاز لقيتهم اتحركوا، فعرفت ان هم حقيقيين. ده اللي هو الفرن العربي، حاجة ولا في الخيال. وبيعملوا كنافة بالشوكولاتة النوتيلا، كنافة بالكاستر، كنافة بالكريمة، تحفة. احنا طلبنا بالكاستر وبالنوتيلا. انا بصراحة ما دقتش النوتيلا عشان بتبقى بالنسبة لي انا معسلة شوية، فبصراحة اكلت ليه بالكاستر، حاجة روعة روعة روعة. بيعملوها على الفحم، حاجة ولا في الخيال. وفي ايس كريم، عربية ايس كريم، كل ما تتخيليه هناك، حاجة فوق الخيال. ده برضو حوض سمك بس صغير كده، كان فيه كام سمكية. ده القمر ده بقى يا جماعة سمان، ومحدش يقول لي ان ده حجم كبير. انا سألته والله، انا كنت مترددة، بس فعلا اثبت لي اللي هناك ان هو سمان، دكر وانتايه. بس الدكر كان مرعوب طول ما انا ماسكة التليفون وبصور. بصوا بيعمل الحركات دي، فاضل رايح جاي رايح جاي. ده يا جماعة فرخ صيني، هو اسمه كده فرخ الصيني، ملون للزينة فقط مش للأكل. هو يوميها قال لي اسمها، بس للأسف أنا نسيت اسمها بصراحة. دي تماسيح كده، تماثيل يعني، دي مش حقيقية، لكن الأولين اللي أنا وريتهم لكم حقيقيين. حاجة روعة روعة روعة. والورد والأشجار وحاجات يا جماعة بقول لكم بجد تهدي الأعصاب. لو انتي فيكي هموم السنين بجد تنسي كل ده. بصوا بقى شكل القرية من بره تحفة. بصوا وحاطين، بصوا حنطور، وزي ما قلت لكم الجمال دي تماثيل مش حقيقية. وعندهم زي ما قلت لكم حاجات غاية غاية في الجمال. بجد كانت تجربة حلوة جدا جدا جدا، ويا ريت يا ريت تتكرر. بإذن الله اشوفكم على خير في جولة جديدة، ويا رب تكون الجولة عجبتكم والقرية عجبتكم، واشوفكم على خير يا احلى متابعين، ومع السلامة.